الزمالك مهدد بالهبوط للدرجة الرابعة. يا نهار اسود. دوس لايك يا ابو الصحاب لو انت مش تابعني عشان يوصل لك كل ما هو جديد وكل الاخبار القنبلة والحصرية اول باول. اللي حصل يا صديقي هو المادة رقم دي او المادة دي في قوانين ولوائح الاتحاد الدولي. بتقول ايه بقى المادة دي يا صديقي؟ تعال احكي لك. المادة محطوطة قدامك، صورة قدامك اهي. بتقول المادة دي، بتقول لك في حالة الأندية عند انقضاء الموعد النهائي المذكور اعلاه، اللي هو الزمالك مثلا عنده اخره مثلا دلوقتي ان هو يدفع الفلوس اللي عليه، وفي حالة التخلف المستمر عن السداد اللي هو برضه اللي فيه الزمالك دلوقتي ما بيدفعش بقاله فترة طويلة، تمام، او عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المحددة اللي هو برضه الزمالك بينطبق عليه نفس الحالة، يفرض حظر على تسجيل لاعبين جدد حتى يسدد المبلغ المستحق بالكامل. المبلغ المستحق بالكامل اللي هو تقريبا 8 مليون دولار. او بص بقى، او ديت او يمتثل للقرار غير المالي. اللي ايه بقى هو الغير المالي اللي حصل للزمالك المره اللي فاتت او اخر قرار، اللي هو ايه؟ ايقاف القيد التأديبي. يعني بيأدب الزمالك ايقاف قيد تأديبي بيأدبه، تمام. ده القرار التاني اللي الزمالك عمله، يبقى هو انطبق عليه 1 و2 والتالتة ضربة قاضية. كما يجوز، ركز معايا يا صديقي العزيز، ركز معايا، كما يجوز ايضا فرض خصم نقاط وهبوط النادي الى الدرجة الادنى والادنى حتى الاخيرة. انت مستوعب معايا؟ مستوعب معايا انت بتقول ايه؟ هيبقى فيه فرض خصم نقاط. طبعا مش خصم نقاط اللي هو 3 نقط و6 نقط، يعني انت مثلا يبقى معاك 50 نقطة يتخصم منك مثلا 40 نقطة. انت عارف انت بتتكلم في ايه؟ حياة مجنونة صح؟ الزمالك حينك صح؟ وده الحمد لله مش كلامي عشان بس انتوا كل وقت تطلعوا تتكلموا وتغلطوا، والحمد لله ده مش كلامي، ده كلام الاتحاد الدولي والصورة قدامك. لو انت ما بتعرفش تقرا انجليزي خد سكرين، تمام، وحطها على اي موقع ذكاء اصطناعي وقول له ترجم لي الكلام ده، هيترجم لك يعني، ووفر على نفسك. يبقى المادة دي بتقول ايه؟ المادة بتقول في حالة الأندية عند انقضاء الموعد النهائي المذكور أعلاه، وفي حالة التخلف المستمر عن السداد أو عدم الامتثال الكامل للقرار خلال الفترة المحددة، يفرض حظر على تسجيل لاعبين جدد حتى يسدد المبلغ المستحق بالكامل، أو يمتثل للقرار غير المالي اللي هو إيقاف القيد التأديبي اللي حصل للزمالك، تمام؟ وايضا بيقول لك ايه؟ يجوز ايضا فرض خصم نقاط وهبوط النادي الى الدرجه الادنى والادنى. يعني الزمالك يهبط درجه تانية هيدوله كام يوم فرصه، ما دفعش يهبط درجه تالتة، ما دفعش يهبط درجه رابعه. شوف ايه هي اخر درجه عندنا في الدوري المصري؟ تقريبا الرابعه يعني. فيبقى الزمالك مهدد بالهبوط للدرجه الرابعه. واو، يخرب بيت الزمالك يا راجل. ايه ده يا راجل؟ يا راجل يا راجل، ايه ده يا راجل؟ يعني انت عندك ما خدتش رخصة افريقية، وعندك كارثة بتاعة وزارة المالية والاوقاف والكهرباء والمية والغاز والكلام ده كله، بتتكلم فيه 5 مليار بلس 8 مليون دولار، بلس كارثة جديدة وهي الهبوط للدرجة التانية والتالتة والرابعة. مش عارف اقول الصراحة، ربنا يكون في عون الزملكاوية و... انا عارف ان انا متقل عليك، بس يعني مش بايدي، يعني خبر طلع او مش طلع، يعني خبر انا حاولت يعني ان انا انفرد بيه، تمام. و يعني صدمة كبيرة بجد، يعني صدمة. هتلاقي الصفحات بتبدأ تتداول الفترة اللي جاية، وهتلاقي هتلاقي بعديها ان شاء الله يعني هتلاقي كل الصفحات التانية بدأت تنقل الخبر وتعمل فيديوهات كمان. فالله يكون في عون الزمالك. بتمنى التوفيق لنادي الزمالك، بتمنى ان هو يقف على رجله تاني، بتمنى المشاكل تتحل سواء بشكل ودي او بشكل رسمي. ولكن انا شايف ان التقرير اللي قدامي والكلام اللي قدامي يعني هو ما فيش منه رجعه، يعني الكلام ده ما فيهوش تلت تاتا كام. هنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل فيها، وكل توفيق لنادي الزمالك. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو انتوا مش تابعين عشان يوصل لك كل ما هو جديد وحصري. عندنا تغطيه لكاس العالم تاريخيه، تغطيه تاريخيه لكاس العالم. لو ما تابعتنيش انت خسران، انت حر. سلام.